السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ايه الحاجة اللي ما اقولش للناس عليه عشان بتتحسد؟ اقول لك انا 3 حاجات: علاقتك بربنا، علاقتك بربنا، علاقتك بربنا. معقولة ال3 بالظبط؟ أهم شيء علاقتك بربنا، عشان الانتكاسة في العبادات بيرجعك خطوات وبتاخد فترة جامدة عشان ترجع تاني زي الأول. يعني أنا ربنا هداني وبقرأ قرآن، مش لازم أعرف الناس كلها، مش لازم أكتب على الفيس إن أنا بقرأ قرآن، مش لازم أكتب على الفيس إن أنا بتصدق، مش لازم أكتب على الفيس إن أنا خلاص تبت من ذنب معين واروح افرح الناس. لا، فرح ربنا سبحانه وتعالى، وخلي العلاقة دي ما بينك وبين ربنا. تاب ربنا عليك خلاص، فاستقم كما امرت. مش لازم تروح تقول للناس وتعيد وتزيد عشان بتتحسد. هو علاقتك بربنا تتحسد طبعا، هو في اجمل واحلى من علاقتك بربنا؟ في ناس كتير لما تشوفك تائب وملتزم كده وانا بعمل وانا بسوي وانت بتحكي على نياتك هيحسدوك. واذا انتكست في علاقتك مع الله بتاخد فترة جامدة عشان ترجع بهمتك ونشاطك زي الاول. ما تقولش للناس علاقتك بين ربنا، عشان هي ببساطة علاقتك بينك وبين ربنا، مش بينك وبين الناس.